واحد السلام عليكم يا احلى عائله واغلى متبعات ديالي، ومرحبا بالناس جداد اللي تشاركوا بالقناه ديالي، وعلى دعمكم والثقه ديالكم الكامله كنشكركم من قلبي بزاف بزاف. فرحتوني بزاف، واللي دخل عندي مرحبا به وما عمرو ما غادي يندم من قناه يوميات وتنظيم مع صلوحه اللي كتشارك معكم الفيديوهات ديالها من قلبها الخالص. اول حاجه غادي نقول لكم البنات، الصيف حنا دابا في الوسط ديال الصيف. الصيف جا هاد العام حار بزاف، في واحد الحراره قاصحه، ولكن الحمد لله والشكر لله. ولكن اللي غادي نقول لكم هو اليوم انا جيتكم واحد الفيديو كله حراره ديال الشقه والنقا والتدوير بدون مصاريف كتيره. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، لان بعض المرات كتولي شنقول لك كتولي باغا كيفاش تستغلي الصيف. كاين اللي باغي يسافر، كاين اللي باغي يبدل الجو في مدينه اخرى، كاين اللي باغي يمشي يخيم، ولكن هاد الشيء كيتكلف لينا واحد التكلفه كثيره من راسي وجبد. حنا غادي ندوزو نستغلو هاد الصيف هذا باقل تكلفه، ما نقلق راسي ما نعصب راسي بدون مصاريف زايده. السيره البنات راه ماشي في الخرجات الغاليه. اش غنقول لك، راه والله العظيم واقسم لك بالله بالعظيم راه ماشي داكشي الغالي خاصني نسافر وخاصني نفوج وخاصني نتعاند مع هادي ونشوف هادي دارت هادي وندير حتى انايا بحالها. بالعكس، والله العظيم الا بالعكس، راه حتى انا كنت غالطه شحال هادي وكنت كنصحاب راسي. الصيف هو خاصني نسافر واحد المكان غالي ونخسر فيه زباله ديال الفلوس عاد باش نحس براسي راني خرج ودوزت واحد العطله صيفيه رائعه وجميله. هذاك الشيء كيبقى عير مظاهر، ودائما هاد الكلمه كنقولها لكم باش نوعيكم وتفيقوا معايا البنات. اللي غادي نقول لكم السر في دارك والراحه النفسيه ديالك. اليوم غادي نشارك معاكم روتين صيفي ناضي ومطرطق كله نقى من الفطور، اللي غادي يعطيك واحد الطاقه واحد الحكه للحمام ديالك ولا شي بلاصه في الدار ديالك. اش غنقول لكم، خطيره. افكار اعاده تدوير الحويجات اللي ما كنبغيو ما نديرو بهم عندنا ما نديرو بهم، بعض المرات ما كنكونوش عاطينهم واحد الاهميه، غادي نديرو ليهم واحد التحويل لديكور انيق باقل تكلفه. وفي الاخير غادي نبرعكم بواحد الوجبه صيفيه، جنيوحات محمرين في الفران مع طبق ديال الارز وعصير صيفيه هي كذلك منعشه ورخيصه البنات. ما نعاودش لكم كترد لكم الروح. وجدي واحد الكاس ديال اتاي ولا واحد الكويس ديال العصير، ولكن حتى تكملي الحويجات ديال دارك والحويجات الاهم عندك في دارك. عاده شنقول لك، شدي واحد البلاصه وشدي داك الكويس ديال اتاي واجي اختي بركي معايا في هذا الفيديو حتى الاخر باش تخرجي منه واحد الافكار وحيه اللي غادي تنفعك وتغير لك اش غنقول لك دارك. وما تنسيش حبيبتي بيني واحد اللايك واحد التشجيعات ديالكم الزوينه اللي كتزيدني طاقه. ويلا نبداو حباباتي في هاد الصباح، في هاد الصباح البنات، وفي هاد الفتره ديال الصيف كما كتشوفوا كنبدا بالفطور جميل وكنحس براسي باركه. انا في واحد لي سطورو مشيت فطرت به انا وليداتي وحطيت واحد الثمن غالي حبيباتي عامن الدار ديالي عامن الدار ديالي كما كتشوفوا. غنشارك معكم هاد الاومليط. هنا البيض اومليط انا كل مره كيفاش كندير فيه. هنايا عندنا 6 البيضات، درت هنايا وقيلا 5. غادي نزيد هنايا وحده. عندي هنايا فرماج مربع ولا موزاريلا، اي نوع ديال الفرماج عندكم. انا المهم اللي كنلقاه بالدار كنديباني به انايا. هو كيجي بالموزاريلا كدوب هذاك الفرماج ديال الموزاريلا، ولاني حتى هاد الطريقه هذه راه كيجي زوين. كنشد فرماج مربع وكنقطعو على هاد الشكل. البنات كما كتشوفوا درنا هنايا 6 البيضات ودرت 3 فرماج مربع. غادي ندير قريصه ديال الملحه وغادي ندير ثاني شويه ديال الابزار، ما نكتروش الابزار والملح. الملح
هنايا انا عندي البصله بودره تقريبا واحد المعلقه صغيره. عندكم خضر مجففه كيجي واعر. هاد الاومليت بالنسبه للبنات هاد الاومليت انا الاغلبيه كنت كنديرو بالخضر كتكون مجففه. شنو غادي نشاركها معكم. كنت درتها ونجحات معايا ولاني ما حطيتهاش لكم في القناه. هنا بصله بودره درت غير معلقه صغيره، ولكن الا كانت عندكم خضر مجففه راه كيجي واعر هاد الاومليت. وكديروا حتى الثومه شويه بودره، انا ما عنديش درت غير هذا درت غير البصله فقط. دابا ندوزو نكملوا الاومليت ديالنا. وغادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس يكون مبرد رقيق، وغادي ندير شويه ديال الحليب تقريبا واحد ربع كاس ديال الحليب، ولا ديروا جوج معالق ديال دانون مسوس، ولا ديروا الكريمه السائله اللي خاصه بالطبخ كيعطيه هشاشه كيجينا الاومليت ديالنا رطب زوين وكيجي منفوخ، يعني كيجي رائع بهذه الطريقه. اما الكريمه كما قلت لكم ديال الطبخ، اما كما درت انا نص كاس ديال الحليب، ولا كديروا جوج معالق ديال دانون مسوس. حبيباتي، في هذا الوقيته اللي كنوجد معكم هذا الاومليت اللي بغيت نقول لكم هو واحد النصيحه وحق الله العظيم. ملي كنبداو كل نهار جديد بطرق جديده، راه هي فرصه جديده كيعطيها لنا ربي سبحانه وتعالى في هذا الصيف ولا هذا شنقول لك، ولا في هذا الصاد، باش تكون عندك واحد الطاقه ايجابيه. هو كيفاش تبداي الصباح ديالك اختي، وحق الله العظيم هادشي اللي كنقولوا لك راه بالتجربه. ما تبدايش نهارك بالزربه وبالتفكير ديال المشاكل وتماره ديال النهار اللي غادا دوزيه. شنقول لك، خدي واحد نفس كبير واستغفري مولاك ونوضي صوبي راسك اختي ولعائلتك. واحد فطور سريع مغذي بحال هذا، شوفوا لي البنات كي جا بحال الكريمه، جا بخبخ هذا الفطور هذا. نعاودك مغذي بحال هذا الاومليت اللي صيفط لكم خفيف وفشفش على مزيناته مع واحد كاس ديال اتاي ولا واحد القهوه ولا عصير. شنقول لك، ديما 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 فكري في صباحك كيفاش دوزيه زوين مع وليداتك. شنقول لك حق الله العظيم، ماشي اختي غير الصيف دخل وخاصني نفطر على برا في هاد الصيف ونعمر الطابله عامره بالشهوات بالغلا، ولا ما مشيش يبقى فيا الحال. الصباح اختي الزوين كيبدا براحه البال والرضا والابتسامه كتعطيها لراسك غير في المرايه. ملي تفيقي شوفي اختي في المرايه وتهلاي ليا في راسك في اول نهار باش تقدري تعطي واحد الطاقه واحد الحاجه زوينه في دارك ولوليداتك. وكيبقى لك النهار والله العظيم ملي كتبداي بهذا النهار كيطلع لك زوين، كيطلع لك مريح وراحه البال كبيره. هادشي اللي كنقول لكم، هذا الاحساس كنقول لك راه بالتجربه ديال الاخت ديالكم صلوحه. وهنا كما كتشوفوا بركه انا والبنت ديالي كانوا ولادي الاخرين باقيين ناعسين، فطرنا الحمد لله واستمتعنا بديك البريكه في هذاك الصباح مع داك البريري ديال اتاي وهذا الاومليت اللي جا. ما نعاودش لكم البنات غير جربوه والله العظيم لا جا رائع. راه تخرجوا على برا وما تاكلوش بحال هذا الاومليت اللي شاركته معكم في هذا الصباح بالخاطر ديالي والشهوه ديالي، والحمد لله والشكر لله. وهنايا البنات ملي فطرنا الحمد لله جمعنا الطويبله ديالنا ودزت اول حاجه للتغيير لهذا المكان اللي في الدار ديالي اللي كانت حاشاكم واحد الطواليت كانت عندي وسط الدار. والمشكل ديالها الكبير هو كانت امامها الصالون في الدخله ديال الدار. هاد الطواليت كانت عندي صغيره بزاف وعندي حمام اخر كبير، هذا ما كناش كنستعملوه، كان غير مسدود. كان اي واحد في الدار شي حاجه ما عندنا ما نديرو بها كيحطها ليا في هذا الحمام حتى تجمعت فيه هاد الكراكيب هذه. ولكن اول حاجه انا ما مخلوعاش، يعني الخلعه الاولى اللي كتكون صعيبه هي النهار الاول ما كتعرفيش منين تبداي، ولكن ملي كتخدمي العقل ديالك وديري واحد الخطه كما درت انا واحد الخطه. هاد الحمام راه شد ليا واحد الوقت طويل، ماشي انا شاركته معكم في نهار واحد غادي تقولوا صالحه نظماته في نهار واحد، بالعكس هذا درت لي واحد التخطيط. كل مره كندير لي حاجه شوفوا ليا في الاول كيف كان انا صورت لكم بالتدقيق حتى شي حاجه ما خبيت عليكم باش تشوفوا النتيجه الاخرى كيفاش غادي تبهضكم. اول حاجه هو التغيير ديال هذا المكان. شنقول لكم،
وباش غادي ننظموا وردوا لي واحد الزينه زوينه، غادي نحيدوا هاد الحوايج كاملين، غادي نخرجوهم وغادي نعزلوا الحاجه اللي ما عندنا ما نديروا بها، غادي نحيدوها. الحاجه اللي غادي نستعملوها غادي نخبيوها في شي كرتونه ونديروها في شي بلاكار. المهم اهم عندنا هاد المكان، هاد الحمام الصغيور اللي غادي نخرجوه ليه واحد البهجه، واحد اللمسه زوينه، خاصنا نخويوه كامل. عادي يبان لينا التغيير اللي غادي نغيروا فيه، وشنو هما الحوايج اللي غادي نزيدوا فيه، وشنو هي الاضافه اللي غادي نديروها في هذا الحمام. وان شاء الله كلشي غادي يكون زوين في هذا الحمام هذا، وغادي تبهركم النتيجه ديالو باذن الله. ونيا اللي بغيت نقول لكم حباباتي وحق الله العظيم، هادشي اللي كنقول لكم راه ملي كنحيدوا علينا الحوايج اللي ما بقيناش كنستعملوهم، ولا اللي فاتت لهم المده ديالهم صافي عيات بارك. شو حق الله العظيم، راه العقل والروح ديالك والله العظيم الا كترتاحوا نفسيا، ذاتكم كترتاح، عينكم كترتاح. هذيك الشوفه ملي كتشوفي داك المكان ضوي وكيشعل، راه حتى النفسيه ديالك كترتاح، عينك كترتاح، ما كتبقاش كضرك حتى عينك ملي كتشوف واحد المكان مكركب ومرون وضارك راسك وما عارفاش علاش ضارك انت اصلا راسك. راه هاد الروينات اللي كيكونوا عندنا في ديورنا هما اللي كيضرونا نفسيا وكيضرونا في ريوسنا. وواحد نقطه اخرى ما قلتش لكم، راه كنحيدوا معاه حتى دوك الشحنات السلبيين وداك الضغط النفسي. وحق الله العظيم البنات ثقوا بيا، هادشي اللي كنقول لكم راه ملي كنوض انا كيكون فيا العجز بعض المرات، انا كيجيني الخمول، ولكن راه ملي كنوض وكنحيد عليا هاد الروينه وهاد الربوج اللي كانت عندي في شي بلاصه في الدار ديالي، الا ما كتبقاش فيا داك الضغط النفسي مريض، ما كتبقاش فيا دوك الشحنات السلبيين. اش غنقول لكم، التغيير حقيقي البنات اش نقول لك ما كيبداش ملي كنزيدوا شي حاجه جديده في الدار ديالنا غاليه بزاف. التغيير اختي راه كيبدا اش غنقول لك ملي كنتخلوا من دوك الحوايج اللي ما عندنا ما نديرو بهم. كان اش غنقول لكم كنتفاداوهم، كنحاولوا نحيدوهم من الدار ديالنا، راهم هما اللي كيزيدوا لينا الهموم. اش غنقول لك، خليو واحد البلاصه نقيه ومفتوحه ومبهجه ومفوجه باش تجيب لكم الطاقه الايجابيه والراحه النفسيه. تدخل لكم الدار ديالكم. دابا غادي ندوز قبل ما ننظف ونشارك معكم الخلطه، غادي نشارك معكم واحد العصير اللي غادي يعطيني واحد الطاقه للجسم ديالي. شنو نقول لكم بالتجربه البنات، وهاد العصير البنات غادي نشارك معكم بطريقه بسيطه وسهله. عندنا 7 تمرات كنحيدوا لهم العظام ديالهم، 2 معالق ديال الشوفان، اما كنديروا عليهم الحليب وكنخليهم يترقدوا واحد المده حتى يرطبوا لينا مزيان تيتنفخ لينا هذاك الشوفان. الا ما عندكش اختي الحليب كما درت انا، كتاخدي الماء غليان، تاخدي واحد الكاس ديال الماء غليان وكتكبيه على داك الشوفان والتمر. هذاك الشوفان كيطلق لينا داك الحليب ديالو ودوك الفوائد ديالو. هذا العصير كيجي طبيعي بدون حليب. صافي غادي نخليه يترقد حتى يبان لك داك الشوفان تنفخ وتا التمر راه كيرطب. في ديك اللحظه ملي كتكبي عليه الماء كيكون غليان. من بعد البنات ملي خليته رطاب ليا وتنفخ ليا داك الشوفان وتا هو رطاب ليا، كنصبو في واحد المولينيكس وغادي نزيد عليه واحد المكونات تا هما فيهم فوائد كثيره. عندنا هنايا واحد تقريبا 5 الحبات حتى 6 الحبات ديال الكركاع، وعندنا 2 حبات ديال الفرماج. هاد الفرماج علاش ضفتوه البنات؟ لانني ما درتش الحليب. الا درتو الحليب بلا ما تضيفوا الماء بلا ما تضيفوا الفرماج وطحنت مزيان، صدقوني اول مره جربت هاد العصير تخيلته ما بنينش، ولكن واعر البنات، خطير، انا عجبني بزاف. من بعد غادي ندوز نشارك معكم الوصفه الفعاله، ولكن غنعطيكم واحد النصيحه من بعد. كناخد واحد الكاس كبير ديال جافيل، وكناخد اي نوع ديال الصابون، صابون سائل، صابون ديال اواني، جيل، اي نوع عندكم ديال الصابون. تقدروا ديروا اريا اللي كتشاركت معكم في الوصفه القديمه ديال التنظيف ديال البلاكارات، راه هي خطيره. وغادي ندير نص كاس ديال الخل. هنا غادي نعطيكم النصيحه بالنسبه للخل مع جافيل، راه كيدير واحد التفاعل خطير، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه بلا ما ديري اختي الخل ولا ديري كمامه، لان ملي كيتفاعل راه كيعطي واحد الدخان واعر، ولكن راه كيعطي نتيجه خطيره ما كنتش تخيلته. غادي يخرج ليا دوك الاوساخ الداكنه في الحيوطه ديال هذا الحمام هذا.
انا الخطا الكبير اللي درته البنات هو دائما كنديرو ما كنديرش الليكاس. ملي كندير شي مفعول ديال شي خليط ديال التنظيف ما كنديرش الليكاس. كيتاثروا ليا يديا، ولكن انا ولفت نخدم بيدي. ولكن انا عندي ديما كندير حميه ملي كنسالي، كنعقم يديا بمويه سخونه مليحه، وكندير لهم كريمات باش ما كيتجفوش ليا وما كيتجعدوش ليا بزاف. هما راه واخا واكلين العصا، ولاني كنحاول بالامكان ندير لهم ماسكات طبيعيين، ندير لهم كريمات. من بعد اختي دزت باش كنضرب لهاد الحمام واحد الحكه من اللي خويته. ولاني تصوروا هذيك الخلطه راه واعره البنات، واعره. راه ما تصدقش هذوك الاوساخ اللي خرجوا لي، هذوك الاوساخ اللي كانوا معلكين راه خرجوا البنات. من ريحته خرجت كتشعشع هاد الحمام هذا. وهنا البنات غادي نقول لكم وحق الله العظيم، وحق الله العظيم اللي غادي نقول لكم النظافه والله العظيم الا كتعطينا واحد النضاره المكان ديالنا. ملي كنحكوه ولو شي بلاصه في الدار ديالنا وكنخليوه كيشعل، اش غنقول لك بهذيك الريحه ديال الصابون ولا بجافيل ولا بشي منتوج كتحكوا بيه نتوما الحمام ديالكم. وحق الله العظيم الا كتحسي بواحد ريحه النقاء، واحد ريحه النظافه، كتحسي انتي واحد الانتعاش. اول حاجه ما تقوليش لي حقار كنضرب تماره ولا حيد عليا كتزعمين على تماره. بالعكس ماشي كنزعكم على تماره، راه انت كديري داكشي اللي قدرتي عليه. كل مره كديري شويه كما درت انايا. وحق الله العظيم ما كتبقايش تحسي بالحياه، بالاخص واحد المكان اللي كيكون مهمول وما كيكون منسي، الا كتحسي بواحد انتعاش، بواحد الراحه نفسيه. وبالاخص الا زدتي واحد الزيوت عطريه، واحد الريحه زوينه، راه ما نعاودش لك. وهنا جيتكم باهم نقطه، اهم حاجه اللي كنفكروا فيها حنايا النساء بزاف ملي كنبغيو نغيروا واحد المكان ولا كنبغيو نقادو ننظموه. كنفكروا في منظمات غاليه بزاف، ولكن مع الاخت ديالكم صلوحه هنا كاينه الفكره الذكيه بزيرو درهم. غادي نغيروا هذا الصندوق اللي كان مهمول وكنت غادي نلوحو، ولكن في الاخير طاحت عليا هذه الفكره الجهنميه. خديت هذا الصندوق اللي كان غادي تلاح حاشاكم في شان راكم عارفين فين غادي تلاح. طاحت عليا هاد الفكره الجهنميه ملي خويت عليا داك الحمام. كانوا فيه شي كراكيب وكانت مع هاد الحك ديال الصباغه كان شايط ليا في الدار ديالي نهار اللي سكنت، وكنت صبغت هنايا شي بلاكارات وكان شاط ليا. قلت اشنو غادي ندير؟ غادي ندير لي اعاده التدوير بواحد اللمسه، وغادي ندير لي واحد اللون دافئ. انا اختاريت هذا اللون مارو، وقولوا لي في التعليق ديالكم واش هذا اللون جا زوين ولا ما جا زوين. كيعجبني الاراء ديالكم اللي كتشاركوا معايا، وحتى نتوما راه كتعطيوني نصائح كنتقبلها. الا كنت غلطه في شي حاجه كنعاود ليها التدوير من جديد. هنا كما كتشوفوا غادي نصبغو كامل بالمارو. كنفرشوا شي حاجه. انا درت واحد الخطا، ما فرشش قاعد كبير ودرتو في الباركو ينشف. هنا غادي ندوز التدوير الثاني، الفكره الذكيه الثانيه الخطيره. البنات اللي كنت كنفكر خاصني نشري طاجيرات غاليين ونشري، لقيت عندي هاد الطاجيرات. هاد الطاجيره منين جبتها من البيرو. كان عند ولدي واحد البيرو وكان بغيت نحولو من واحد البلاصه ويتهرس لي يهبط. ملي هبط وانا نشدو فصلته ورديته طاجيرات. خديت هاد اللوحه هادي، خديت هاد المكان للفوق. هنا البنات راه ما تصورتش ليا مزيان، هذا هو الخطا اللي وقع ليا في التصوير، ما تصورتش مزيان. خديت هذيك الطاجيره وعلقت لها واحد المكان، طراسيتها مزيان بالستيلو. راه داكشي بسيط، راه واخا يبان لكم حقه طاجير وشينيور وغادي تقولوا لي هادشي راه خدمه الرجال. راه حنا ملي كنصايبوا واحد الحاجه بحب راه ما كتحسيش بتماره. وكما قلت لك راه انا ماشي درت كل شيء في نهار واحد باش نضغط راسي ونهلك صحتي. راه كل مره كندير شويه حتى كملت هذا الحمام وعطيته واحد النتيجه زوينه في الاخير. صافي البنات هنا كناخذ في العبار
طراسيت بالستيلو. خديت هادو كنت واخداهم عندي شحال هادي، كان انا كنخرج كنبقى نشري بحال هاد الحويجات اللي كيكونوا ضروريين في الدار، راه كنشريهم وكنخبيهم نهار اللي كنحتاجهم راه كنلقاهم. صافي غادي نطراسي بالستيلو هنايا وغادي باش نلصقها بالشينيور في الحيط. وهنا بغيت نقول لكم واحد النقطه. كانت واحد السيده كنت كنعرفها، كانت قريبه ليا بزاف، كانت شافت واحد الفيديو انا هازه الشينيور وكنتقف في الحيط، قالت لي وباز لك كتشدي الشينيور وكتقبي وعندك الخاطر وهادي وهادي. عندي الخاطر، علاش؟ لانني انا كندير هادشي بحب، كنبغي نصايب واحد المكان بيدي، لانني كنحس بواحد الراحه زوينه وكنحس براسي راه قادره نعطي لداري. وانا ملي كنكون هازه التليفون ما كنتفرجش في المواقع اللي فيها التفاهه، كنتفرج في الحوايج اللي كناخذ منهم واحد الافاده، كنستافد منها شي حاجه لداري ولا لحياتي، ماشي شي حاجه اللي غتدمر لي حياتي ولا اليوميات ديالي. هادشي اللي كنبغي نوصل لكم. الا تفرجتوا في شي محتوى حاولوا تاخذوا افكار زوينه اللي غادي تفيدكم في حياتكم. وانت الا شديتي الشينيور ماشي غادي تطيحي العضلات ديالك، انت راه غادا تعطي واحد اللمسه زوينه لدارك، ولا ما قدرتيش عطي لولدك، عطي لراجلك. انا غير كنحمسكم وكنعطيكم الطاقه الايجابيه باش تقدروا تحركوا وما يبقاش فيكم هذاك الخمول وداك الاكتئاب وداك التخمام الزائد اللي كندمروا به العقول ديالنا والحياه ديالنا في هذه الفتره ديال الصيف. الصيف راه ماشي غير رحلات، ماشي غير عطلات، ماشي غير سفر وماشي غير بحر، راه فيه حتى التدوير البيت ديالك. تقدري تدوري البيت ديالك، تقدري تزيني البيت ديالك، تقدري تسلفي الوقت ديالك في دارك. كل بلاصه تزينها بواحد المكان زوين راه حتى هو عطله صيفيه جميله. ملي كتبداي بواحد بدايه ديال دراسه جديده راه كتلقاي درتي في ديك العطله الصيفيه واحد الحاله زوينه، واحد التدوير البيت ديالك، واحد الاختلاف، غيرتي المكان من مكان وكتولي فيك واحد البهجه، وكتبداي بواحد سنه جديده بدون تعب بدون عياء. كتكون حيدتي عليك الكراكيب، حيدتي عليك الاوساخ. وهنا غادي ندوزو المرحله الثانيه ديال التدوير. ننظموا هاد الحمام بمنظمات بساطين عام الدار ديالي. غادا نقدر حويجات قدامي نقدر ندير بهم واحد الاعاده وندير بهم واحد التنظيف. المهم خليكم مع الفيديو، راه غادي يكون فيديو زوين ومفاجئ ان شاء الله. هنا هادو عندي البنات قدامي، هادو سوبيرات مره كنت كنديرهم في الفريغو وكل مره فين كنت كنديرهم وكنت غادي نلوحهم. طاحت عليا فكره علاش غادي نشري منظمات، غادي نزين بهم بواحد البابي كان عندي هنايا في الدار، وحويجات كانوا عندي هنايا كنزين بهم شي حاجه بالدار كتخدم بهم بنتي شي ديكورات. وان شاء الله غادي نختاروا الموضوع ديالنا شي كيفاش. عندي هذا القاعد بابي تا هو، وان شاء الله غادي ندوزو ونبداو. عندي كذلك هذا البلاطو تا هو ان شاء الله غادي نزينو ونعطيو تا واحد اللمسه زوينه. وهنا اول خطوه البنات غادي ناخذوا القاعد على هذا الشكل. المهم نتوما كتختاروا اللي بغيتو، هذه كفكره اللي بغات تجدد شي حاجه في الدار ديالها. هنا غادي ناخذ. وهنايا البنات ملي بديت كندير التدوير لهاد السوبيرات اللي قلت لكم عليهم، كنت كنديرو كل مره في شي بلاصه وكنت غادي نلوحهم. هنا طاحت عليا هاد الفكره، كنتفرج في واحد الفيديو كيعجبونا انا فيديوهات اللي ديال التحويل ديال الحويجات اللي ما عندنا ما نديرو بهم كتردي بهم منظمات، كيعجبوني انا بحال هاد الفيديوهات كناخذ منهم افكار. وطاحت عليا هاد الفكره، كنت تفرجت في واحد الفيديو قلت علاش لا اللي ما نديرهاش حتى انايا. بديت لقيت شي سفيفه عندي في الدار، لقيت شي خيوطه بنتي كتستعملهم كدير بهم شي ديكورات صغيره، لانني حتى بنتي كنعلمها تعمر الوقت ديالها ماشي غير بالتفاهات، حتى هي دير شي تدوير، شي كادو تصايبو، شي ديكور تصايبو البيت ديالها فين كتنعس، شي المكتب ديالها تا هو تزينو. يعني كنشري لها من هاد الحويجات لقيتهم عندها. لقيت هنايا كما كتشوفوا هاد القاعد ديال بابي، لقيت هاد الصباغه ورقيه راه ساهله البنات دغيا كتلصقوا هاد الشيء. راه الا تبعتوا الخطوات راه دغيا كتصايبوا واحد منظمه رائعه. اش غنقول لك، علاش كنقول لكم تعلموا الصناعه اليدويه، تعلموا الخياطه، تعلموا بزاف ديال الحوايج راه كتستافدوا منهم في الحياه ديالكم اليوميه. هنا هاد البنات هاد القاعد ديال بابي الملون كنت كنتعلم به في الصاله والخياطه، كنت كندير به تصميم ديال هذا التصميم اللي كنت كنصمم به الفصاله.
كان بقى ليا وقلت علاش اللي ما نصايبش به. غلفت به هذاك اش نقول لك هاد السوبر هاد المنظمه. انا بعد اول حاجه تصدمت بالنتيجه ديالها. النتيجه راه والله العظيم البنات راه كلشي ساهل وكلشي بسيط. راه خاصنا غير اتساع الخاطر، ما نقولوش هادشي صعيب وما عندناش الخاطر باش نصايبو. بالعكس هادشي راه كتحطي فيه ديك الطاقه السلبيه ديالك والله العظيم كتجدي بيها طاقه جديده. كتحسي براسك فرغتي واحد الحاجه خايبه عندك لداخل، كتخرج شي ملي كديري واحد اعاده تدوير شي حاجه في الدار ديالك ولا في حياتك ولا في شي حاجه، الا كتخرجي ديك الطاقه السلبيه كتولي فيك واحد الطاقه ايجابيه بلا ما كتحسي نتيا. انا راه ما حسيتش حتى لقيت راسي صايبت هاد المنظمه وصايبت المنظمه اخرى وصايبت منظمه اخرى. راه غير ما شاركتش معكم كلشي البنات باش ما يجيش الفيديو في الملل. شوفوا غير بهذاك الخيط ديال القنب درت واحد بابيو صغير والنتيجه شوفوا لي بنات. هاد الوريقات هاد الوريضات راه كانوا عندي كنت غنزين بهم، ما عقلتش شنو كنت غنزين بهم، كنت واخداهم بدرهم لقيتهم حتى هما. شوفوا لي النتيجه البنات ديال هاد المنظمه ديال هاد السوبيره اللي اش غنقول لكم رديتها بابسط حويجات. رديتها واحد ديكور راقي البنات راقي. وهاد البلاطو البنات راه كان عندي سنين كل مره وفين كنت كنديرو كان من تحت هشاش ليا وتا هو طاحت عليا هاد الفكره وغلفته. هنا دزنا الطاجيره اللي كنت ركبت في الحمام. غادي ندير اليوم هاد الخويميات كانوا عندي في كنت كنديرهم في الكوزينه، الطاجيرات ديال الكوزينه. قلت علاش لا اللي كنت مصبنتهم وكنت غادي نردهم الكوزينه وقلت اجي نديرهم في هاد الطاجيره هادي. ركبتهم هنا وركبت هذيك الخاميه البنات للشرجم. راه واقيلا ما شاركتش معكم اللقطه ديال الخاميه ملي شاركتها. شوفوا لي هاد المنظمات وهاد السوبيرات البنات اللي درت لهم اعاده تدوير كي ولاو ليا. شوفوا لي واش هادو اللي كانوا في الاول وما هادو في الثاني. جمعت فيهم الصنادل ديال البلاستيك. وحنا العيالات الروينه اللي كتكون عندنا في الدار كثيره هما دوك كثره الصنادل. على حيت شي صنداله من رجلو كيزوعها في شي قنت. وانا كان عندي هذا المشكل كبير اللي ها شي صنداله اما في الباركو اما وسط الدار اما في الكوزينه اما في الحمامات. هما نفعوني هاد المنظمات البنات. ستفت فيهم الصنادل غير ديال البلاستيك. وهاد العريش ديال الورد حتى هو كان عندي في واحد الحمام كبير. حتى النهار اللي نبغي ننظمو غادي نشارك معكم. حطيته الوسط عطيته جماليه رائعه. وشوفوا لي الصندوق اللي درت لي اعاده تدوير كي ولا ليا من بعد ما نشف ليا البنات. يعني كملت الاخرين بما نشف ليا هذا وعاد علقته. شوفوا ليا كيفاش اخترعت انا طاجيره ما خسرت عليا حتى شي حاجه. 0 درهم من الدار ديالي. خاصك غير تعرفي كيفاش تفكري وكيفاش تخمي باش تزيني. واخا هذا المكان راه عندي صغيره البنات، شي هذا الحمام راه صغيور ولكن راه النتيجه ديالو بهضاتني في الاخير. تصدمت راه كلشي في الدار ديالي تصدم بالنتيجه ديالو. راه كلشي باقي حاليا. انا ملي كنجلس في الصالون انا جا اونفاس الصالون ملي كنجلس في الصالون وكنشوفو راه لا علاقه مع الحمام الاولاني ولا الطواليط الاولانيه. راه حتى ولادي كيبقاو حالين فهمهم وكيشوفوا. كنت كنسد هذا الباب هذا ما كنتش كنحلو. دابا هذاك الباب ديما عندي مفتوح وديما ريحته زوينه بهذا المعطر. هاد الزيوت العطريه اللي ديما انا معروفه بهم. درت كلينيكس في هذيك البلاصه ونقدت على الزيوت العطريه. هنا دزت لهذا المكان هذا. تا هذيك الطاجره ما شاركتهاش معكم البنات، تا هي كانت شاطت ليا من هذاك البيرو ولصقتها. والخويميه اللي شاطت ليا لصقتها فيه عطيته واحد الزينه زوينه. هنا الفوطات كنت خديتهم باكيه وقيله ب 23 درهم. كنت صدفتهم في واحد المول. ستفتهم في هاد السليلات الخشبيه اللي كانت عندي. عطيت هاد الحمام بغيت نعطيه واحد الروح ريفي، روح بلدي. هذاك الشيء علاش درت فيه خشب درت فيه تدوير بلديين. درت منظمات خشبيين. بغيت نعطيه واحد اللمسه ريفيه دافئه. صافي البنات هذاك البلاطو حطيته هنايا. حطيت فيه هذا الفيزان ديال الورد كنت خديتهم وقيله ب 13 درهم. الفوط شاطوليه تا هما درتهم تما. هاد الشميعه كانت عندي هنا. هاد السليلات كانوا عندي قدامين. كنت مره كندير فيهم الثومه. كل مره شنو كنت كندير فيهم زينتهم بهذيك الوريضات البلاستيكيات. لان الصنادق راه البنات راه درت جوج انايا صورت معكم غير وحده. صافي درت شامبان درت كريمات اي حاجه كنستعملها. خديت هاد المنظم هذا وقيله ب 15 درهم. هاد البلاطو ما عقلتش البنات واش 15 ولا 13 ولا 20 والله ما عقلت. اللي كتهتم بالمشتريات ملي كنتقد هاد المشتريات اللي رخاصين تقولها ليا في التعليق. نبقى المغازه اللي كنمشي ليها
نبقى نشارك معكم الجوله تما ونقول لكم حتى الاثمنه. كنمشي غير الحوايج رخاصين البنات، انا حاولت نشري حويجات رخاص. هاد القرعه حتى هي شريتها رخيصه البنات، يعني خديت الالوان لاصقتهم مع بعضياتهم، حاولت نعطي واحد اللمسه زوينه تشويته ديال هذه ديال الضفرانه البنات، حطيتها مع داك الغسيل ديال اليدين. هاد الباز ديال الورد خديته ب 15 درهم البنات، 15 درهم في ايكيا راه كيديروا 50 درهم، لقيتو في هاد المكاتب ب 15 درهم. فوات هما خديتهم بتكلفه رخيصه. هاد الصوره البنات ديال الزيوت العطريه خديتها ب20 درهم. الفيديو من ورا هذا راه غادي نشارك معكم المغازه اللي كنتقدى من عندها ونقول لكم حتى الاثمنه. هاد اللاصق القاعد اللاصق هو اللي لصقت به، ما تقات ما والو الحيط، لان هاد الكادر خفيف. درت لي غير هاد اللصقه راه ساهله، راه كتباع رخيصه البنات غير ب20 درهم، رولو كبير ب20 درهم. يعني كتلصقوا واحد الطريف وكتحيدوا القاعد وكتلصقوا. شوفوا لي البنات، شوفوا لي هاد اللمسه، شوفوا لي هاد البهجه، والله العظيم لا حسيت بواحد واحد البهجه، واحد الروح جميله في النفس ديالي من اللي درت هاد اعاده تدوير بابسط حويجات. واخا باقا ما سافرش الحمد لله، باقي الخير، باقي هاد الشهر 8 كامل ما عرفنا ربي شنو خازن لينا، نقدروا نسافروا. ومهم نبدلوا الجو في ديورنا حتى يجيب الله الرزق ونسافروا ديك الساعه ونبدلوا حتى حنايا الجو واخا عن نهار ولا يومين. شوفوا لي ملي كان الحمام في الاول وشوفوا لي النتيجه الاخيره. انا فكرتكم كيف كان وشوفوا لي النتيجه اللي تبهرت بها البنات. يعني كان بسيط ساهل. اي حاجه درناها منظمات اللي خدمناها كما كتشوفوا غير بمنظمات كانوا عندي في الدار، كنت غادي نلوحهم صدقتها حولتهم على هذا الشكل عطونا النتيجه زوينه. خويميات كانوا عندي في الدار، هذه حتى هي كانت عندي في الدار، يعني حاولت نعطي واحد النتيجه زوينه وبسيطه لهذا الحمام البلدي بابسط الحويجات كما كتشوفوا. هنا البلاطو تا هو حاولت ليه الزينه ديالو، الفوطات خديته من غير ب5 دراهم، يعني طريقه بسيطه. الصنادق عاودت لهم التدوير ديالهم بصباغه في المارون. هنا ان شاء الله غادي نشري كونيس ديال الطواليت وغادي نستفوا. هنايا المرايه البنات ما شاركتهاش معكم، هذه كنركبها ليا الزوج ديالي لان ما نقدرش نصورو، ركب ليا المرايه خديتها غير ب70 درهم. البوله حتى خديتها ب35 درهم، يعني طريقه بسيطه في الدار ديالي. في الحمام الاخر جبتهم هنايا. ايوا هذا الشيء اللي كان، هذا خديته حتى هو كما كتشوفوا زين، عطاتنا طريقه. هنا يا حبيبتي عندي لك واحد النصيحه، الا حسيتي بالضيقه ديال الخاطر والملل حيت ما سافرتيش هاد الصيف، فكري بالسعاده وراحه البال ماشي ضروري اختي تسافري ونتعاندوا مع وحدين اخرين. راه الخرجات الغاليه البنات هي ملي كتقدري تبدلي واحد المكان في الدار ديالك، لان هي المملكه ديالك. ديما كنقول لك هذه الكلمه، تغيري بابسط حويجات كيما اختك صلوحه باقا ما سافراتش وبدلت هذا الحمام بهاد الحويجات بساطين باش كنطرد من الدار ديالي ديك الطاقه السلبيه وكنجدد الروح ديالي وانتعاج ديالي. شوفوا لي دابا ملي الحمام تنقى وهاد الشتاء ديال حكيت بها ضفيراتي ما نعاودش لكم البنات، حسيت بواحد راحه نفسيه، نسيت عليا الصفر ونسيت عليا التخيامات ونسيت عليا كلشي ملي شفت هاد النتيجه وتبهرت بها وفرحت بها بزاف. وهنا غادي ننهي معكم الفيديو بهذه الفرحه الكبيره ديال الحمام، هي باللقطه ديال الشيوه ديال الصيفيه، جنيوحات ديال الدجاج اللي غادي نشارك معكم بابسط حويجات هما وتفرحوا بهم وليداتكم وتمتعوا بهم ريوسكم بهذه الوجبه الخفيفه الجميله الظريفه. وشوفوا لي الحمام يا اختي ما سخيتش نخرج منه، والله ما سخيت نخرج منه ملي عطرته بهذيك الزيوت العطريه وعطيت واحد الباجو ودرت واحد التخويميه للباب وخليته مفتوح ومهوي. كان ديما مسدود ليا هذا الباب، كان ديما مسدود، ولكن ملي فتحته وعطيت واحد اللمسه زوينه وواحد الريحه زوينه يا سلام، ديما محلول عندي هذا الحمام ديما مفتوح. هنا غادي ندوزو باش نكملوا كما قلت لكم نهارنا الصيفي جميل وناضي. غادي ندخل الكوزينه وندير معكم هاد الجنيوحات نوجدهم لوليداتي ولا راسي باش نفرح راسي ونكمل نهار زوين ومنعيش بواحد
العصير منعش. هنا جنيوحات كندير المطارد، كندير الحامض سيترون، كندير التحميره قزبر حبوب، التحميره الابزار، سكينجبير، الملح البنات، شويه ديال الخرقوم كيبقى لكم اختياري. كما درت انا البنات الصوجه درتو غير خفيف، ولكن راجع خطير غير بهاد اللمسه اللي عطيتكم. درت كما قلت لكم مطارد، تحميره، سكينجبير، سميتو القزبر حبوب صافي، ودرت الحامض شويه ديال زويته ومليحه ومرمتهم مزيان ودرتهم غطيتهم ببابي الومنيوم ودخلتهم الثلاجه. هنا غادي ندوزو العصير الاول منعش، هو البنات هاد موخيطو اللي شاركت معكم في شورت. كناخذ القشور ديال الحامض مع تقريبا 3 الحامضات قشور ديالها، 3 المعالق ديال السكر، وكان معس مزيان داك السكر مع القشور باش يطلق ليا هذوك الزيوت ديالو والنكهه ديالو. ودرت ثاني الوراق ديال النعناع حتى هما شديتهم ومعستهم، غير دقيت وشديت حامضه كبيره قطعتها قطع صغيره بدون عظم ودقيتهم بالدقيقه ديال المهراز او مدلك باش يطلق لي داك النكهات مع بعضياتهم. غناخذ حامضه غادي نعصرها كذلك وناخذ العصير ديالها وغادي نخلطوا معاهم. كناخذ هذا الخليط ديالي كنصبه في قريعات ولا في كؤوس وكندير شويه شويه، ومن بعد غادي ناخذ اختي سبريت راه معروف هاد ديتوكس. قلت لكم ديتوكس، انا راه مبليه بديتوكس البنات. هاد موخيطو غادي ندير مكعبات ديال الثلج لانه كدير في مكعبات ديال الثلج باش كيجيك مبرد، وكناخذ سبريت. شوفوا لي البنات هاد الانتعاش راه كيحيد لك الصهد في هاد الصيف، كيحيد لك الخمول، كيحيد لك الطاقه السلبيه. غير جربي يا اختي وردي عليا في التعليق ديالكم. وزينته بقطع ديال الحامض. ودابا كتخيلي راسك باركه في شي ليستورو خاسره زباله ديال الفلوس وكتشربي ليا في هاد المخيطو، عام من الدار ديالك تبهجي راسك وتبهجي وليداتك وتحسي براسك كدوزي في العطله الصيفيه. هنا البنات عندنا العصير الثاني، عندي قطع ديال السويله كيضيعوا لينا بعض المرات كيبقاو في الثلاجه، وعندنا معهم ورق ديال النعناع، واحد دانون نصوص اختي، واحد مكعبات ديال الثلج، واحد 2 فرماجات. وديري لي اختي كويس ديال الماء بارد وضربي ليا وطحني. ما نعاودش لك، هو كيطلق الماء ديالو ديك السويله كتطلق الماء ديالها بلا ما كديري الماء كثيره. ديري على المكعبات ديال الثلج بلا ما تضيفي الماء، مكعبات ديال الثلج وطحني. راه هو كيطلق هذاك الثلج الماء ديالو، وسويله كتطلق الماء الماء ديالها، وسويله كتطلق الماء ديالها بلا ما ديري اختي الماء. العصير الثالث اللي كيجي خطير وبنين وصحي، عندنا 3 الحبات ديال الجزر مسلوقين بالماء ديالهم، وعندي الخوخ ولا المشماش ولا المانغو، اي حاجه عندك في الثلاجه ديالك. كندير السكر، كندير كاس ديال الماء، كاس ديال العصير ديال البرتقال واختي، وطحني ليا وبرعي ليا راسك وبرعي ليا وليداتك في هاد العطله الصيفيه، وحيدي عليا الخمول وحيدي عليا الاكتئاب، وحسي بالفرحه وبالبهجه في دارك مع وليداتك، وحسي براسك راكي مسافره في هاواي وانتي كتشربي في هاد العواصير هادي وفي هاد الطبق اللي غادي نشارك معكم هنايا ديال الجنيوحات اللي ملي غادي يطيب كيجي معسل وكيجي معلك وكيجي طيب. شوفوا لي العواصير يا اختي، حسن لك ما تمشي تخسري زباله ديال الفلوس، وحسن لك ما تبقاي تخمي ليا وتفكري ليا وتغدي في راسك على صاحبتي سافرت وجارتي سافرت وانا ما سافرتش. عام من دارك تحسي بالعطله الصيفيه بهاد الغديوه المنعشه والمشبعه والخفيفه والظريفه اللي جات لكم الاخت ديالكم صلوحه. وشوفوا لي التعليكه البنات، جنيوحه راه دايرين 20 درهم اختي، جيبي لي كيلو برعي راسك وبرعي وليداتك. اش غنقول لك، يا سلام، حسيت بواحد البهجه وبواحد الفرحه من داري انا ووليداتي، والحمد لله والشكر لله. وحيدت عليا التخمام، وحيدت عليا كثرة التفكير وكثرة القلق اللي كانت كتقلقني، علاش ما سافرتش، علاش انا ما فوتش، وعلاش. الحمد لله فرحانه بزاف هاد السنه بهاد التغيير اللي درت في داري مع وليداتي وبصحتكم وراحتكم بالطبق ديال الاخت ديالكم صلوحه. وراه حتى خوتنا كيتفرجوا في القناه ديالي وكيعجبهم الشهوات، غنبقى نشاركم معكم هاد الاطباق الصيفيه. وشوفوا ليا البنات، راه ما سخيتش نخرج لكم من هذا الفيديو واخا جا طويل وفيه شويه الملل، ولكن راه بيه واحد الافاده. هاد الطبق ديال الارز درت ليه غير شويه قنور
درت ليه كنور شويه ديال الزبيده وصوطيت فيه الروز، وفي الاخير تهليت في راسي. غادي ندهن رجيلاتي بهاد الكريمه اللي كنديرها كنخدمها على اليديه. هاد التوريد ديال الرجلين والترطيب ضروري ملي كتسالي دارك وكتعطي واحد النتيجه لدارك. ما تنسيش راسك، تهلي في راسك وتهلي في ذاتك باش تحسي براسك قادره تعطي المزيد. ملي كتهلي في راسك وكتهلي في ذاتك راه كتزيدي تعطي المزيد، ولكن ملي كتمهلي راسك راه ما غاداش تقدري تعطي لوليداتك اي حاجه زوينه ولا اي حاجه تقدري تعطيها لدارك، حتى لنفسك ما تقدريش تعطيها لانك ماهله نفسك. نتمنى الفيديو يلقاكم بصحه جيده ومع السلامه حتى الفيديو جديد. وما تنسونيش بلايك وتعليق للتشجيع وجرس باش تفعلوا القناه ويجيكم دائما الجديد.